صباح الخير. بما ان موسم التوت بدأ قررت اعمل لكم مربى التوت الرهيبة دي، وهنعملها احلى من الجاهزة. كفاية انها بيتي ونضيفة وكمان اوفر بكتير. هنعمل كمية كبيرة ومش هنكمل ربع تكلفتها لو جاهزة. الحقوا بقى وهاتوا توت وجربوا الطريقة دي عشان التوت بيخلص بسرعة، الموسم بتاعه مش طويل. شايفين اللون والقوام؟ وطعمها حلو جدا وسكرها مظبوط. يلا نشوف هنعملها ازاي. هستخدم التوت الاسود ده، وموجود منه احمر كمان، لو لقيتوه مفيش مشكله. انا ما لقيتش غير الاسود، وكان فيه كام واحده احمر بس مش كتير، بس هدينا اللون ونتيجه كويسه جدا برضو. العنقود الصغير ده ممكن تشيلوه بالطريقه دي. انا عشان هعمل كميه كبيره فهعمله بيه، مفيش مشكله، مش هيبان خالص بعد التسويه، مش هيبان في الطعم، بس انتوا لو حابين تشيلوه شيلوه. التوت غسلته كويس جدا، حطيته في مصفى وغسلته كذا مره حوالي 10 دقايق لحد ما ينزل كل الرمله اللي فيه. كمية السكر، كل كوباية توت عليها نص كوباية سكر، هتديكم مربى طعمها مظبوط جدا، مش مسكرة قوي ولا سكرها قليل. انا هنا الكمية دي هستخدم 10 كوبايات توت عليهم 5 كوبايات سكر، ومعايا معلقتين كبار عصير ليمون. هنجيب الحلة اللي هنعمل فيها المربى، هننزل بالتوت وهنضيف عليه سكر نقلبه كويس. انا هنزل بنص الكمية عشان الكمية اللي عندي كبيرة، لو هتعملوا كمية اصغر انزلوا بالكمية كلها. هضيف نص كمية السكر برضو وهقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده. نغلفه كويس بالسكر ونضيف باقي كمية التوت وباقي كمية السكر. هنضيف باقي كمية السكر ونقلب كل الكمية كويس مع بعض. وهنضيف عصير الليمون وهنحطه على اعلى درجة حرارة لحد ما يغلي. هنستمر في التقليب شوية لحد ما بدأ يغلي معانا. شايفين احنا مضيفناش مية خالص، السكر داب ومية التوت نزلت، عمل معانا كمية المية دي. مش هنضيف اي سوائل ليه، واي رغاوة هتطلع هنشيلها على طول. هنكمل تقليب. هنا هنبدأ نهرسه شوية، انا عايزاها تكون قطع فمش ههرسها خالص. في الاخر بعد ما تتعمل هشيل كمية بالقطعة زي ما هي كده، والباقي ههرسه اكتر وهشيله كريمي زي ما شفتوه في اول الفيديو. هنهرس شوية، طلعت ريم اكتر، هنشيل برضو كل الريم والرغاوي اللي طلعت دي على الوش. هنسيبها تغلي على نار عالية لمدة 5 دقايق، بعد كده هنوطي النار على اهدى حاجة وهنسيبها حوالي 30 دقيقة. ومش هنسيبها خالص ال30 دقيقة، لا احنا كل 5 دقايق تقريبا هنبص عليها ونقلبها شوية، لان لو عاملين كمية اصغر ممكن تستوي وتكون المربى جاهزة في اقل من 30 دقيقة. كده غليت حوالي 5 دقايق، هوطي النار وهسيبها شوية. شايفين قلت شوية ازاي، الكمية قلت وبدأت تتقل اكتر. الصوص بقى اتقل شوية اهو، بس لسه محتاجة سوا تاني. هنقلبها كويس ونسيبها شوية كمان. رجعنا لها تاني، تقلت اكتر. هي كده خلاص قربت تكون جاهزة معانا. هنسيبها شوية كمان الصوص يتقل شوية وتكون جاهزة. هنختبر قوام الصوص عشان نشوف بقت جاهزة ولا لسه. هنعمل خط في المعلقة، لو الصوص ما اندمجش مع بعض تاني وفضل مقسوم كده يبقى كده الصوص تقل معانا وبقى جاهز وخلاص، كده المربى استوت. هنبدأ نعبيها في البرطمانات، اي برطمان فاضي نعقمه في مية مغلية، نغسله كويس الاول ونحط فيه مية مغلية ونسيبها لحد ما تبرد ونفضيها ونسيبه ينشف خالص، ونبدأ نعبي المربى بتاعتنا.
ريحتها خطيرة يا جماعة. وشايفين القطع ازاي؟ انا هعمل واحد قطع بالشكل ده، وفي الاخر بعد ما اشيل شوية قطع ههرس الباقيين واشيلها كريمي. عايزاكم تجربوها وتقولي رأيكم لانها موفرة جدا حقيقي. التوت مش غالي خالص، النوع ده الكيلو انا جايباه ب20 جنيه، فهيعمل لكم كمية كبيرة واوفر بكتير من لو هتجيبوها جاهزة. مش هتجيبوا غير التوت بس، والسكر موجود في كل بيت هو عصير الليمون، وممكن نستبدل عصير الليمون بملح الليمون. هنعمل برطمان كمان. البرطمان اللي انا ماسكاه ده تقريبا 350 جرام، والكمية دي عملت لي 4 برطمانات منه، وبرطمانين من الكبير ده. الكبير ده الحقيقة مش عارفة وزنه، ما وزنتوش قبل ما احط فيه. الطريقة سهلة جدا، ما فيهاش اي صعوبة ولا خطوات كتير، والفترة دي احنا محتاجين نعمل كل حاجة في البيت اضمن واوفر من بره. اول حاجة اضمن ان احنا نبقى ضامنين نظافة الحاجة اللي احنا بنعملها في البيت وعارفين جودتها كويس ومن غير مواد حافظة. تاني حاجة اوفر، لان كل حاجة طبعا اسعارها رفعت جدا، فمحتاجين ان احنا نوفر جدا الفترة دي، ونحاول على قد ما نقدر اي حاجة نعرف نعملها في البيت نعملها وما نشتريهاش من بره. واخر حاجة، لو عجبكم الفيديو هستنى رأيكم جدا في الكومنتس، كلامكم هو اللي بيشجعني وهو اللي بيخليني اكمل. ولو اول مرة تشوفوني اعملولي فولو على الانستا والفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب.